الحسد الطاقة السوداء. أول ذنب عصي الله به في السماء ملي إبليس حسد آدم عليه السلام. طاقة كتفاعل في الداخل ديالك ملي كتشوف نعمة عند غيرك باغيها تكون عندك، والحسد كيكون واضح أكثر من العين. كتشوف شي حاجة عند واحد آخر، مرا، ولاد، صحة، جمال، مال، سيارة، بيت، عمل، عائلة، علم، كتبغي تكون عندك، وكتقول مالي أنا علاش ما نكونش بحالو. في هاد الكلمة علاش ما نكونش بحالو حسدتيه، رسلتي ليه طاقة حسد. أما إلا بغيتي هذيك النعمة تزول من عنده، يعني تحيدها ليه أو تحيد هذيك النعمة من عنده، هنا طاقة الحسد أقوى، حيث فيه درجات. هنا عرف أنك أو أن الشر متمكن منك، وعرف أن قارنك دير عمله مزيان. راه ماشي عيب تعترف بينك وبين نفسك أنك حاسود. عندك طاقة الحسد مفعلة ملي تشوف شي حاجة عند صاحبك، صاحبتك، اختك، بنت خالتك، كتشوفي عندها حوايج وكتقولي علاش أنا ما عنديش، وكتحسي إحساس خايب. عرفي أنك فعلتي طاقة الحسد عندك، ماشي عيب تكبحيها. وباش كتكبحيها بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله اللي كلنا قلناها في الفيديوهات سابقين. لا إله إلا الله باش تكبحي نفسك على الحسد وتربيها وتأدبيها وتبردي نارها، حيت الحسد نار، طاقة من السواد. أول ما كتضربك انتي، انتي أو انت. عمر الحاسود ما كتلقاه ناجح في حياته، في مجتمعه. عرفتوا علاش؟ حيت مفعل طاقة الحسد، طاقة خايبة سوداء كتخرج منك. كيفاش بغيتي طاقة نور أو طاقات من نور تجلب لعندك؟ أبدا أبدا. وهنا فين كنقول المعرفة الروحانية هي طريق الخلاص. كتلقاه كيتنهد على كل شيء جميل عند شي حد آخر، كتلقاه ما كيقدرش يشوف الجمال، ما كيقدرش يشوف النجاح عند آخر وما كيعترفش. كيقول لك لا أنا ما كنحسدش. لا، خاصك تعترف بينك وبين نفسك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى، ونفي هاد الإحساس الخايب. حيدو هاد الإحساس الخايب ديال الحسد. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. عرفتي علاش؟ باش تعمل على راسك، باش تخدم على راسك. راه ما يمكنش انت خدام على ورد سير كيتفاعل عندك بشوية بشوية، حتى كتشوف شي واحد عنده شي حاجة ما عندكش كتحسدو. انت خربقتي كلشي. خربقتي كلشي. هي في البداية راها صعيبة، ولكن بلا إله إلا الله غادي تلقى راسك كتشوف النعمة عند غيرك وكتفرح. كتفرح. هنا بداية النجاح. عرف أنك بديتي كتلجم في نفسك، حيت هذه هي النتيجة ديال ترويض نفسك ملي كتنجح معاك لا إله إلا الله. في الترويض كتولي تشوف النعمة عند غيرك وتفرح ليه، وتقول إن شاء الله حتى أنا في القريب، وفعلا كيوصلك ليها الله. العلامات اللي كتعرف باللي راك محسود، العلامات اللي كتعرف باللي راك محسود، كتبدا بالرؤى المرموزة، الأحلام. كتحلم بالحشرات طالعين فيك، عرف أنك تحسدتي على شي حاجة. رحمة من الله كتجينا هاد الأحلام. غير الواحد اللي ما عاطيش أهمية بعلم الروحانية ما عارفش. عناكب، القمل،
جميع أنواع الحشرات كتدل على الحسد. الفزع في المنام، كتخلع في المنام. الحيوانات حيوانات كتعضك، عرف باللي خادم الحسد، عرف باللي خادم الحسد مسك، يعني تسبب ليك في المس. أفاعي، تعابين، إلى عضاتك العقرب في المنام خادم الحسد. الفئران إلى دخلت البيت عرف أنك تحستي من مرأة. الكلب المسعور إلى عضك وإلى دخل دارك مهاجمك. الغراب كيدل على الحسد. شوية من وراء هاد الرموز حتى كتبدا معاك العلامات، يعني الأعراض: صداع الرأس، تعرق، الاعتزال، صحابك وأهلك كتعتزلهم، الاختناق بدون سبب، البكاء، دائم القلق، كلشي كيعاملك معاملة عدوانية، ديما في خلاف مع الناس، محسود. خادم الحسد داير عمله. كيبدا الإحساس بالأوجاع بعدم توازن، كأن جسمك ماشي ديالك. إلا سمعتي القرآن كتخنق وتقبض صدرك. إيوا عاد كتشوف النعم اللي راك تحسدتي عليها. كاين اللي كيتحسد على التقدم الدراسي والنجاح، فجأة حتى ما كيبقاش قادر يهز ستيلو لي يفتح كتاب. العلاقة الزوجية، الزوجين كيتحسدوا بزاف. أنا حضرت لواحد الحالة أو حالة حسد قدام عيني. وحدة جات عند أخرى قالت ليها: يا أختي شنو دايره ليه، يعني شنو دايره لراجلك، غير قولي لي شنو دايره ليه. بالليل تخاصموا وتفرقوا، اسبوع هما مفروقين. هادشي شفتو بعيني. فجأة حتى كتولي الكراهية بين الزوجين بلا سبب. حنا كنمشيو بصفة عامة كنمشيو للسحر. ممكن يكون خادم الحسد قام بالدور ديالو، ماشي ضروري سحر. كيولي التفكير في الطلاق بزاف. ايوا ملي كيتحسد البيت او المنزل بصفه عامه كيولي المنزل لا يطاق للزوجين والوليدات. وليداتك كيبكيو، راجلك مقلق، انتي معصبه، عارفي انه خادم حسد جا عندك لدارك. تحسدتي في عملك، كنتي بعملك الخاص بيع شاري حتى وقف حالك، عرف باللي تحسدتي على عملك. لما كانش عندك سحر وقف الحال، عرف انك تحسدتي على عملك. تحسدتي على سيارتك كتضرب، كيوقع فيها حوادث. تحسدتي على صحتك، جسمك كتمرض، كتولي في الآلام من طبيب لطبيب. تحسدتي في زينك كيتشوه. تحسدتي في العلم اللي حباك الله به، كتولي غير تفتح الكتاب وتبغي تبدا تقرا او تشد الستيلو كيشدك الألم، عرف انك محسود. تحسدتي في المال، عرفتو شنو كيصيبو المحق، تولي تجري ليل ونهار، المال قدامك ما فيهش البركه، نهار تبغيه ما تلقاهش، يعني ما بقاش تجمع ليك المال، يعني فلوسك ما تبقاش تشد في يدك، عرف ان صابك المحق. طاقه الحسد طاقه سوداء، النار كتحرق صاحبها، يعني الحاسود، وكتدمر المحسود مسكين، كذلك حاسود مسكين. شحال من وحدين طلقوا بسبب الحسد، كانوا سمن وعسل حتى طلقوا فجأة. شحال من واحد فلس، يعني الإفلاس، ومشى ليه كل شيء بسبب الحسد. شحال من نابغة صابوا الحسد، فقد صحته فقد عقله وبزاف. شحال من مجمع عائلي تفرق، ما بقات غير السمية بسبب الحسد. الثقافة ديال الوقاية من العين والحسد ما بقاتش حتى هي. كانوا أمهاتنا ديما البخور للطرد الأرواح الشريرة اللي كتصيب وليداتهم من خدام العين والحسد ولا الرياح. ما بقاتش هاد الثقافة. كذلك ثقافة الذكر، ذكر الله،
كانوا الآباء ورا العشاء كيتجمعوا مع وليداتهم خوتهم على ذكر الله، قراءة ما تيسر من الكتاب أو الورد اللي كنلقاو شادو الأب باش يبقاو وليداتهم محفوظين ومجموعين. ربما هادشي ما بقاش، ربما انتصار قوة ما، هذا هو الوقت ديالها. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم مصابين بالعين والحسد، بحال الزهري وسط عامة الناس. الشياطين مستهدفة بالدرجة الأولى، طاقة المؤمن خاصها تحيدها تطفيها، هذا هو عملها أو عملهم اللي كيقوموا به. خادم الحسد أقوى من خادم العين. لرجعنا لابن القيم في كتابه الزاد، اش قال؟ هي سهام تخرج من نفس الحاسد نحو المحسود. وكيقول في نفس الكتاب الحاسد يخرج سهام الحسد عند غيبة المحسود أو حضوره. يعني كنتي أو ما كنتيش، طاقة الحسد جاية ليك من عند اللي حاسدك. غرار العين كيقول على العين أنه تتكيف نفسه عندما يقابل المعيون ومعاينته. يعني العين ما كتصيبك حتى تقابل اللي غيعينك. هنا فين خادم الحسد قوي، حيت كيجي حتى لعندك. الا كنتي في بيتك بلا نورانيه غيقتحموا، وإلا لقاك بلا هاله قويه غيصيبك وغيسبب لك في التوابع. فجأة حتى كيتغير الشيء كان غادي مزيان، عرف انه الحسد، طاقه الحسد صابتك بالخلل. وقفت البركه ودخل المحق، وقفت البركه في علاقتك باهلك بولادك بدارك. فقدتي السعاده وقف عملك، دخل المال وقف. فجأة طريق العلم وقفت، تفوق في شيء ما وقف. عرف انه الحسد تمكن منك. زوجين ناجحين حقه ما كيتمناه اي زوجين او حبيبين، بيت، سياره، مال، ذريه. فجأة حتى كيتصاب الزوج بمرض استعصى على الاطباء، مالو بكل بساطه ما قدرش يتحمل طاقه الحسد. هالته ضعيفه، ما منتبهش للروحانيه ديالو، اقتحم الخادم من هنا ومن هنا، تسبب في مس خارجي شويه داخلي شويه صوتا في الدم، تسبب في مرض ما معروفش سببه علميا ما روحانيا باين وواضح. مرض روحي خايب الحسد. الا بقى كيدير توابع خاصو يحيد، وملي تحيد خاص الواحد يرد بالو في بيته، طهارة والوضوء، الورد بطقوسه، روائح طيبة زكية، إكرام لما غيتفعل في بيتك من أوراد كتاخدها. وهنا فين كنلقى واحد ما كتأثرش فيه طاقة الحسد، ماشي ما كتأثرش فيه، ما كاينش منين يقتحم هالته خادم الحسد، ما كاينش منين. إلا عرفتي راسك مصاب بالحسد بالأحلام اللي كتشوفها والتغييرات اللي طرأت في حياتك، فماشي عيب تصلي ركعتي حاجة وتاخد زيت طيب، مقدار من زيت الزيتون تحطه قدامك، وكذلك تحط قرعة ديال الماء، تقول بسم الله، تقرا الفاتحة، يعني تروحن هذاك الماء والزيت، تقرا الفاتحة وتقرا سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. 21 مرة، 21 مرة. وتقرأ الآية 54 من سورة النساء، الآية 54 من سورة النساء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
70 مرة، صدق الله العظيم، 70 مرة. هاد سورة الفلق خدامها من الروحانية، خدام أطباء موكلين بدفع طاقة الحسد عليك. وكذلك هاد الآية العظيمة تفعل روحانية هاد السورة والآية في الزيت والماء. الزيت غتدهن به مناطق يعني الجبهة، الصدر، البطن اللي ممكن يكونوا فيها الثقب في الهالة ديالك، القلب، الحوض، ليك ولوليداتك ولزوجك. المهم اي واحد مروحن في الدار يعملها، ماشي عيب. الاخ ديالو، لختو، لباه، مو. والماء صبح مروحن بطاقة من النور كتطرد طاقة الحسد. بسم الله وشرب. انتي هاد إلا جينا نشوفوا في علم الطاقة، أنه إلا كانت مفعلة عندك طاقة الحسد أو مصاب بطاقة الحسد، فالشاكرات كتفقد توازنها. المهم هاد الوصفة كتكرر كل 14 يوم، سمعتوني؟ كتكرر كل 14 يوم. ومن وراء هاد الفائدة العظيمة غتبدا تجيك منامات انك تشافيتي. كنتمنى انكم تاخذوها بقوه. الا كان عندك تغيير احوالك الاجتماعيه، الماليه، احلام مزعجه، برجك الروحاني هوائي يعني طالع عندك هوائي يعني معرض للحسد بزاف، هادشي غيخليك تحدد مرضك الروحي وتعمل عليه، بهذه الفائدة العظيمة على إبعاد طاقة الحسد عليك. كتكرر كل 14 يوم. وصلنا للنهاية ديالنا أو نهاية اليوم. كنشكركم بزاف، وما تنسوش اللايك وتعليقاتكم اللي كتشجعني بزاف، وكنحبكم بزاف بزاف، وتبارك الله عليكم.